أكبر سبب لانتشار الحزن والتعاسة بين الناس، لدرجة إنه الليلة السعادة بقت عملة نادرة مهما عملت في حياتك مستحيل تحصلها. وسبب انتشار التعاسة والحزن بين الناس هو بعدهم عن ذكر الله عز وجل. شوف، الله عز وجل لا يخلف وعدا قطعه على نفسه، ما بالك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول كلام ويقسم عليه 7 أيمان متتالية. قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. 7 أيمان متتالية. طب ليه كل القسم ده يا ربي؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني ربنا سبحانه وتعالى هنا داير يقول لك إنك لن تفلح، والسعادة هي واحدة من أنواع الفلاح، إلا أن تزكى نفسك. طب السؤال هنا، كيف تزكي نفسك؟ 3 حاجات دارك تاخدها في بالك. رقم 1، أنت كبني آدم عبارة عن جسد وروح. الجسد يفنى، الروح لا تفنى. نحن ما عندنا عنها أي معلومة، وهي سر من أسرار الله عز وجل. وغذاء الروح دي لا يكون إلا بالدواء اللي وصفه لك ربنا سبحانه وتعالى. واحد من الأدوية اللي وصفها لك ربنا سبحانه وتعالى هي ذكر الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رقم 2، تزكية النفس مربوطة بحسناتك وسيئاتك. الحسنات تصلح القلب وتزيد الإيمان، والسيئات تفسد القلب وبتنقص الإيمان. طب شنو هو أسهل عمل أنت ممكن تجيب به حسنات؟ ذكر الله عز وجل. شوف، كل العبادات الباقية محدودة، الصلاة والزكاة والصيام عند أوقاتها محدودة، لكن الذكر غير محدود. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ممكن تعملوا في أي وقت. وطبعا أفضل الذكر هو القرآن الكريم. نحن الآن داخلين على رمضان، شهر القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. وفي القرآن الحرف بحسنة والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وديك مثال تاني: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. عدد خلقه، من يحصي خلق الله في السماوات وفي الأرض وفي البحار؟ من يحصي خلق الله؟ ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يلا، كل الأرقام دي تصب حسنات في ميزانك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. طب ليه يعني إحنا أول من يدخل الجنة؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا زي الأعمال دي اللي بجينا بنقدر نعمل بها حسنات نسبق بها باقي الأمم. النقطة الثالثة، الذكر تحصين وحفظ لك من الشيطان. هي أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. فطبعا نحن في زمن انتشر فيه السحر وانتشر فيه الشعوذة وانتشر فيه العين والحسد. ضروري جدا إنه أنت تحافظ على التحصين. وفي التحصين أنا بخص لك ذكر واحد، احرص عليه أكثر من حرصك على الأكل والشرب. أول ما تقوم من النوم وأول ما بعد تصلي صلاة العصر احرص على هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. لو عايز تعرف فوائده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به. لا تقول لي جهاد، لا تقول لي صيام، لم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا شخص قالها أكثر منك. واحدة من فوائدها أنها حرز لك من الشيطان، بتحميك تماما من الشيطان. ضروري تحافظ على كل الأذكار، لكن إذا نسيتها ما تنسى الذكر ده. وفي الختام، نحن في أمس الحوجة لله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذ ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فطالما أنت تذكر الله عز وجل فالله عز وجل يذكرك. وإذا ربنا سبحانه وتعالى ذكرك معناها الملائكة حتذكرك، وإذا الملائكة ذكرتك معناه اسمك حيكون معروف في السماوات. فإذا أنت عايز تنهي الحزن والتعاسة في حياتك، الكلام ده ما حتلقاه بالحب ولا حتلقاه بالمال ولا حتلقاه بأي حاجة. مستحيل تلقى السعادة بدون ذكر الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. السلام عليكم.